ازيكم يا جدعان؟ النهارده يا جدعان فكرة فيديو جديد. فكرة فيديو النهارده يا جدعان ان احنا هنقيم افضل 25 لعبة رعب يا جدعان. فيلا بينا يا جدعان عشان مش عايز اطول عليكم كتير. يلا بينا على طول يا جدعان. هنبدأ اول لعبة معانا يا جدعان لعبة بلدي الشرير. طبعا يا جدعان اللعبة دي يا جدعان لعبتها على قناتي، واللي مشافهاش يا جدعان يروح يشوفها يا جدعان. الصراحة اللعبة هي مش مخيفة، هي الصراحة من ناحية الرعب هي ليست جيدة خالص. مفيش بربع جنيه رعب، مفيش بربع جنيه رعب حرفيا خالص. لعبة بوبي بلاي تايم شابتر 2. اللعبة دي يا جدعان انا لعبتها فعلا يا جدعان على قناتي. حلو، لسه ما ختمتهاش، لسه فاضل لنا حته اخيره كده. وانا يا جدعان انا روحوا يا جدعان شوفوا الفيديو، انا جربتها ولسه فاضل لي جزء صغير جدا يا جدعان عشان اختمها. فانا الصراحه هقيم لعبه بوبي بلاي تايم شابتر 2 مرعبه 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 بجد. لا حلوه بجد يا جدعان، مرعبه جدا يا جدعان. تيجي للعبه اللي بعدها، لعبه بوبي بلاي تايم شابتر 1. بصوا من غير تفكير كتير مرعبة، لأن هي كأن أنت إيه أول مرة تنزل اللعبة أساسا في الشابتر الأول. فإحنا دخلنا وكان حرفيا الرعب اللي تسببه لنا هاجي واجي بجد لا يستحمل بجد، لا يستحمل بجد يا جدعان خالص. مرعب جدا. اللعبة اللي بعدها يا لهوي يا لهوي بتاع الأم الأرنب وابنها الأرنب يا جدعان. اللعبة ديت اسطورية اسطورية. خلي بالكم يا جدعان اسطورية دي معناها ان هي مرعبة جدا، فاهمين؟ فلا اسطورية الرعب بجد يا جدعان. انا طبعا يا جدعان ايه انا عارفها يا جدعان، وممكن ابقى اصور لكم عنها يا جدعان فيديوهات. بوبي بلاي تايم شابتر 3. بس على كده خلي بالكم يا جدعان اسطوري لها ترتيبات. لو سمحت كده هات لي بداية المركز الاول. المركز الاول اكتر لعبة مرعبة في العالم بوبي بلاي تايم شابتر 3. انا هصور لكم عنها بس بعد ما ختم الشابتر التاني يا جدعان معاكم. جامدة جامدة موت بجد. لا مرعبة مرعبة يعني. فلا تستاهل تكون افضل لعبة رعب لحد دلوقتي. لعبة دورز طبعا يا جدعان دي موجودة في روبلوكس، وهبقى اصور لكم عنها برضه يا جدعان فيديوهات ان شاء الله. اللعبة انا اعرفها. اللعبة الصراحة جيدة يا جدعان، ان هي برضه تحسها مش مرعبة اوي يعني. لو انت لعبتها كذا مرة خلاص هتتعود عليها تمام. فاللي بعدها لعبة فريدي 3. لعبة فريدي بشكل عموما هي اللعبة مرعبة يا جدعان، مرعبة 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 يعني. الرابع اوكي احطه برضه مرعبة يا جدعان تمام. ممكن يا جدعان اصور لكم عنها، خلي بالكم هبقى اصور لكم عنها يا جدعان من الجزء الاول كمان، من الجزء الاول لحد الجزء الرابع ان شاء الله يا جدعان اصور لكم عنها. ده دي معرفهاش الصراحة اللعبة دي يا جدعان، تخيلوا معرفش ايه اللعبة ديت تمام. هنخش على بعدها جراني. جراني الشابتر التاني. لا جراني 2 الصراحة الشابتر التاني مرعبة مرعبة بجد، مرعبة مرعبة مرعبة. لا بس ثواني، لو هتتكلم ساعة نزولها اسطورية بس مش احسن من دول، مش احسن من دول يعني. اسطورية بس مش احسن من دول الصراحة. ماشي. ف اللي بعد ايه بقى؟ جراني دي بقى نسخة الكمبيوتر اللي هي الريميك، اسمها جراني الريميك. النسخة ديت لا النسخة ديت مرعبة مرعبة، وليها كمان مركز التالت في الرعب الصراحة في المرعبة يعني. هنا بقى بدي جيدة. انا بالنسبة لي انا مش مرعبة خالص تمام. لعبة جراني 3 لا بصوا مرعبة بس الترتيب الاخير الصراحة، ولا اقول لكم هي احسن من فريدي الصراحة بالنسبة لي انا. طبعا بالنسبة لي كنت بقى رأي تاني، ده رأيي انا يا جدعان. فهي لا احسن من فريدي الصراحة. لعبة جراني 1 انت تاخدها كده تحطها هنا كده خلص الموضوع. جراني 1 افضل، مش افضل لعبة رعب، هي من افضل العاب الرعب اللي مرت في التاريخ اساسا. فقال بينا ده اللعبة اللي قلتها هي بوبي بلاي تايم شابتر 5. ديت انت تاخدها كده حلو وتحطها في اسطوري واحسن من دول كلهم. اسطوري 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 الحق يقال. لا هنا بقى يا جدعان بوبي بلاي تايم شابتر 4 مرعبة مرعبة مرعبة، لان هي الصراحة الشخصيات ما خدتش حقها. دكتور هارلي سوير ودوي ذا دود مان ما خدوش حقهم خالص. فيها مودات رعب هي وبابجي يا جدعان وكده يعني. فانا مش هقيمها على كده، انا هقيمها بجد على اساس اللي هي لعبة حلوة. فري فاير لعبة اطفال. بصوا محدش يزعل مني يا جدعان، محدش يزعل مني بجد.
اللعبه بقت ممله. انا من الناس اللي كانت بتلعب فري فاير، ما تستغربش، ايوه انا كنت من الناس اللي بتلعب فري فاير بجد. انا كنت عيل طفل حرفيا، كنت بحب فري فاير موت يا جدعان، لحد ما بقت ممله جدا. فالصراحه هي ليست جيده الصراحه، هي بجد ليست جيده. اللعبه بجد بقت ممله موت يا جدعان. فمحدش يتضايق من الرأي ده اللي بيحب فري فاير، والله العظيم هي بقت ممله موت. بابجي حاسسها برضه يا جدعان. انا على فكره من عشاق بابجي، انا لحد دلوقتي بلعب بابجي، والله لحد دلوقتي بلعب بابجي. بس لو هتكلم بصراحه دلوقتي يا جدعان لعبة بابجي، لو هنتكلم بصراحه بقى، بصراحه لو هنتكلم بصراحه برأيي، انا من عشاق بابجي زي ما انا قلت لكم حرفيا. انا لحد دلوقتي بلعبها، ولكن لو انا هتكلم بصراحه يا جدعان جيده. محدش يعترض على رأيي، انا بجد انا حرفيا انا عليا انا هي اسطوري. انا بلعبها لحد دلوقتي يا جدعان، وعجبني قوي المودات اللي فيها وما بزهقش منها حرفيا. بس لو هنتكلم بالمنطق والصراحه هي حاليا لا ما بقتش زي زمان. لو زمان اسطوري، لو دلوقتي جيده يا جدعان. ما حدش يتضايق ده من رأيي. اللعبة دي يا جدعان، اللي هي البنت اللي في المستشفى المجانين، اللي خارجة مستشفى المجانين وبتجري وراك. يا لهوي يا جدعان اللعبة دي، لا اللعبة ديت مرعبة، وتاخد تخش في الأسطوري ولا مرعبة. أنا محتار، بس هي هتبقى مرعبة. ده نسيت يا جدعان، نسيت ديت تبقى هنا. لا مؤاخذة، معلش يا جدعان، ديت كده تاخد أعلى بنت جنادي، تاخد هنا كده مركز رابع. حلو قوي ليها. عندنا بقى لعبة مستر لحمة، مستر ميت او مستر لحمة. اللعبة مرعبة بس مش قوي الصراحة، يعني انت لو عملتها على مستوى سهل خلاص هتختم اللعبة بسهولة جدا. فاللعبة جيدة، ولكن لو مرعبة الصراحة يعني، ولكن مش هتاخد مركز اعلى من فريدي احسن منها بكتير يا جدعان. جراني تلاتة احنا مش لسه مقيمينها، ايه اللي حصل؟ احنا مش لسه مقيمينها يا جدعان. خلاص يبقى ايه، نفس المكان اهي. ماشي باشا. لعبة كروز، اللعبة دي يا جدعان عندي والله العظيم، اللعبة بجد عندي انا على الجهاز يا جدعان. حلو، ولكن اللعبة ديت انا لسه هصور عنها، يعني انا عندي ومحملها ومثبتها على الجهاز وكل حاجة، لسه هصور لكم عنها فيديو. اللعبة مرعبة فشخ يا جدعان، انا هنزل لكم عنها، ويا رب ما يجيليش ازمة قلبية بعد الفيديو اللي هصور لكم عنها. اللعبة باللي انا شفته عنها من اعلانات وكده، لا اللعبة اسطورية رعب يعني يا جدعان، اسطورية في الرعب بجد. لعبة ايفل دان يا لهوي، مرعبة، بس ما تاخدش احسن من اللعبة ديت يا جدعان. ده رأيي انا يا جدعان، طبعا كل واحد ممكن يديني رأيه، وممكن يعمل واحدة من دي وياخدها سكرين شوت ويبعت لي على الانستجرام عادي جدا. لعبة بيبي اديانو، لعبة اطفال. بهزر يا جدعان. جيدة يا جدعان. حلو. ف هي بقت مملة الصراحة، مبقاش فيها تحديثات كتير. لما كانت في الأول يا جدعان كان ليها بقى يا جدعان تحديثات رأس السنة، وتحديثات بقى يمين وشمال ومش عارف ايه بقى، لا كانت جامدة. بس دلوقتي حاليا أنا بقول عليها لا بقت جيدة، بس ممكن أحطها في ليست جيدة كمان يا جدعان. سلندرينا، لا اللعبة سهلة يا جماعة، لعبة أطفال حرفيا، الطفل يقدر يختمها، اللعبة سهلة جدا ومبتقدرش تقتلك لا بالنسبة لنا اللعبة سهلة جدا يا جدعان. ده تقييمي. كل واحد يا جدعان لو عايز يعدل التقييم ده يعمل التقييم بتاعه ويبعتها لي يا جدعان على الانستجرام، وانا هاخدها سكرين شوت واعرضها يا جدعان في الفيديو يا جدعان ان شاء الله. فيديو يا جدعان كده تقييمات متابعين. يلا يا جدعان ده تقييمي، قولوا لي يا جدعان تدوني كام من 10، وقولوا لي برضه يا جدعان لو في حاجة محتاجة اعدل عليها. وبس كده، يلا سلام.